السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم مروان وليد شحات عويضة. أنا موجودة في الدبرداش بقالي شهر ونص، وابني داخل بحالة التهاب على الكلى، ودلوقتي هو جاله عدوى التهاب على المخ، ضرن على المخ، وهم عايزين يطلعولي الحميات، وهو عنده نقص صفايح، ما ينفعش يروح الحميات عشان بيلقط بلازمة وصفايح، وهم عايزين يودوني، وهم هناك مش راضيين يقبلوني، وهم عايزين يطلعوني من هنا من مستشفى الدبرداش، وانا ماليش غيره. هو 8 سنين، انا ميت لي 3 اطفال. بناشد اي حد مسؤول ان هم يشوفوا حالة مروان. محدش دخله النهارده خالص غير الصبح. الدكتور قال لي انتي لو التحاليل كويسه هتطلعي بيه، وهو زي ما انتوا شايفين كده راقد، ولا حول بيه ولا قوه، ولا بياكل ولا حاجه، ولا بيعلقوا له علاج النهارده خالص. محدش دخله بالعلاج، وقالوا احنا الدكاتره وقفوا. سالت المستر بتاع العلاج، قالوا لي احنا وقفنا العلاج، وهو دلوقتي راقد لا حول ولا قوه بيه. وانا صرفت له العلاج بتاع الضرن ده من مستشفى الصدر واديهوله، وانا قايمه برعايته، وفي دكاتره ما بيرضوش يخشوا بيخافوا. انا دلوقتي اروح بيه فين؟ لو طلعت بيه بره ابني هيموت مني. انا بترجاكوا حد من المسؤولين يشوف الحاله ويخلوه يتعاملوا معانا، ويقولوا لي عادي العلاج بيتحط ازاي او كده. هو كان داخل التهاب في الكلى والله، ولحد دلوقتي ما فيش اي اجراء في الكلى برضو، بس قالوا هي حالة مزمنة ممكن يفضل عايش بيها عادي، بدل بيعمل حمام كويس وبيشرب كويس. انا بس كل اللي طالباه ان حد من المسؤولين يشوفني، عشان هم عايزين يطلعوني وانا مش هينفع اطلع بيه، ومش لاقيه مكان في اي حتة تانية. وانا تعبت والله، تعبت عشانه. هو بقاله شهر ونص بيقاسي، كان داخل كويس وعنده التهاب على الكلى، وفجأة كده جاله العدوى ديت، وزي ما انتوا شايفين مش داري بحاجة وراقد. انا من مستشفى الدبرداش، وبناشد اي حد مسؤول يساعدنا. انا ماليش غيره والله، وبتمناه من ربنا. وميت لي 3 اطفال، وهو اللي كان معايا بقاله 8 سنين. فبتمنى ان حد يشوف الحالة ويحاولوا يتواصلوا مع الدكاترة بتاعة الدبرداش، ويخلوه هو في عزل، والله في عزل، محدش بيخشله ولا كده، وانا اللي متكفلة برعايته. بتمنى بس حد يشوفه. انا تعبانه نفسيا، ان هو في قلبي راقد بقاله يومين كده، وبيديله العلاج وبديله ادويته وكل حاجه، وهو العلاج بتاعه كاتبينه لي في ورقه وانا بديهوله بانتظام. الضرن والضغط بتاعه بيعلى، وبيعلق صفايح، وبيعلق بلازمه. فانا بتمنى من ربنا حد يشوف الفيديو ويتواصل معانا. انا بقالي اسبوع عايزين يطلعوني بيه، وانا مش راضيه اطلع عشان هو حالته صعبه. ربنا يجازي بقى الولاد الخير اللي هيقدروا يعملوا لنا حاجه بجد.